طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده مش اسم شرطة على فكرة، ولا أحراس نيابة، ولا ليها أي علاقة بالداخلية. دي مدرسة محترمة. الحاجات دي كانت مع طلبة المفروض إن هم أولاد ناس. كل يوم بنشوف وسائل الإعلام جايبين مشكلة في المدرسة الفلانية، المدرس الفلاني عمل كذا، المدير الفلاني عمل كذا، والدنيا هايجة. عايزين يطلعوا ان المدرس والمدير هم السبب في فشل العملية التعليمية، على اساس ان الطلبة ملايكة يعني، واهاليهم ملايكة. الموضوع باختصار ان زي ما انتوا عايزين مدرسة محترمة وعايزين تعليم محترم، لازم تبعتوا لنا تلميذ محترم. ما ينفعش ابقى انا مدرس محترم في مدرسة محترمة وعايز اقدم تعليم محترم ويجي لي طالب معاه دي. طبعا لا ابوه محترم ولا امه ست محترمه عشان تنزله بالمنظر ده. لو عايزين تعليم محترم ابعتوا لنا طالب محترم نضيف ما يجيليش يحشش في المدرسه. والمفروض ان انا اقول له سمعا وطاعه. لازم اركان المثلث تكتمل. مدرسه محترمه، مدرس محترم، لازم كمان يبقى فيه طالب محترم. يا رب تكونوا سلامة.